واحد الراجل قتل 100 واحد. ربي سبحانه وتعالى غادي يتوب عليه وغادي يدخلو للجنة. كيفاش هادشي هذا؟ وشنو العمل اللي دار هاد السيد هذا باش ربي سبحانه وتعالى غفر ليه ديك الذنوب كاملين ودخلو للجنة؟ هادشي كامل غادي نعرفو في هاد الفيديو هذا ان شاء الله. خليكم معايا باش نعرفو اكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا قتل 99 واحد، وفي واحد النهار القلب ديال هذا السيد هذا بغى يتوب الله سبحانه وتعالى وبغى يرجع للطريق الصحيحه. وهنا غادي يمشي غيسول الناس على شي واحد اللي غادي يوريه شنو غيدير. هنا الناس غادي يدلوه على واحد العابد وغادي يوريوه ليه. غادي يمشي عنده ديك السيد هذاك وغادي يقول ليه انا راه قتلت 99 واحد، ولكن دابا انا بغيت نتوب الله سبحانه وتعالى، ولكن ما عرفتش شنو غندير. هذاك العابد قال لي انت ما عندك حتى شي توبه الله سبحانه وتعالى، انت قتلتي 99 واحد وباغي تتوب دابا، انت راه ما عندك حتى شي توبه. هذاك السيد قال ليه ماشي مشكل، انا ما عنديش التوبه ما عنديش التوبه، اجي نقتلك انت ونكمل بك ال100. قتلو وكمل به 100 واحد. واخا هكاك القلب ديالو ما مطمئنش وباغي يتوب الله سبحانه وتعالى. وعاوتاني مشى كيسول الناس على شي واحد اللي يوريه شنو يدير ويوريه الطريق الصحيح. الناس غادي يوريوه واحد العالم. هذاك السيد غادي يمشي عند ديك العالم وغادي يقول لي شنو كاين. وقال لي انا راه قتلت 100 واحد واخرهم واحد السيد كان عابد، وقال لي راه ما عندك حتى شي توبه، وانا راني بغيت نتوب الله سبحانه وتعالى، واش ربي يقبل مني هاد التوبه هذه؟ هذاك العالم قال لي ربي سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. قال لي دابا انت درتي هاد الذنوب كاملين وباغي تتوب الله سبحانه وتعالى، راه خاصك تخرج من هاد الارض هذه اللي درتي فيها هاد المعاصي هذه وتمشي لواحد الارض فيها ناس مزيانين وصالحين كيعبدوا الله سبحانه وتعالى. سير عيش معاهم وعبد انت الله سبحانه وتعالى، وما غاديش يعرفوك منين جاي وما غاديش يعرفوك شنو درتي. وانت بقى تصلي وتطلب الله سبحانه وتعالى يغفر لك هاد الذنوب هذه. داكشي اللي كان. هذاك السيد خرج من عند ديك العالم وغادي متوجه لديك الطريق ديال الصالحين. في الطريق غادي يموت. هنا غادي ينزلوا ملائكه العذاب وغادي ينزلوا ملائكه الرحمه وغادي يوقع بيناتهم خلاف. واش تاخذوا ملائكه العذاب ولا تاخذوا ملائكه الرحمه؟ ملائكه الرحمه كتقول ان هذا العبد هذا خرج تائب وكان غادي لواحد الارض فيها الناس الصالحين كيعبدوا الله سبحانه وتعالى، وهو كان باغي يتوب ويعبد الله سبحانه وتعالى. الملائكه العذاب كتقول لهم لا، هذا الشخص هذا مازال ما وصلش لديك الارض، يعني راه خاصنا حنا اللي نديوه للعذاب. هنا ربي سبحانه وتعالى غادي يرسل لهم ملاك باش يفصل بيناتهم. غادي يقول لهم حسبوا الارض، الا كان هذا السيد هذا قريب من الارض ديال الناس الصالحين والناس اللي كيعبدوا الله سبحانه وتعالى غادي تاخذوا ملائكه الرحمه، ولا كان مازال في الارض اللي دار فيها هذيك المعاصي غادي تاخذوا ملائكه العذاب. وهنا غادي تكون رحمه الله سبحانه وتعالى، غادي امر الارض وغادي تطوى، وهذاك السيد غادي يقرب من ديك الارض اللي كان غادي ليها، الارض ديال الصالحين ديال الناس اللي مزيانين. وهنا غادي تاخذوا ملائكه الرحمه، ورب سبحانه وتعالى بالرحمه ديالو غادي يتوب على هذا العبد هذا وغادي يدخلوا للجنه. علاش؟ حيت ديك العبد كان باغي الله سبحانه وتعالى وكان غادي لعنده والقلب ديالو كان تائب، كان تائب الله سبحانه وتعالى. اذا العبره من هذه القصه هذه اننا فيما نخطئوا نتوبوا الله سبحانه وتعالى ودائما نجددوا التوبه ديالنا حتى نلقاو الله سبحانه وتعالى وربي يتوب علينا ويرحمنا بالرحمه ديالو. وربي سبحانه وتعالى ملي كيبغي يتوب على العبد ديالو كيلين القلب ديالو للتوبه وكيبقى يجرب عنده بشويه بشويه. غير هو حتى العبد خاصو يكون مقبل على الله سبحانه وتعالى، يكون غادي عند الله سبحانه وتعالى. اذا نحاولوا ما امكن نتوجهوا لعند الله سبحانه وتعالى ونمشيو للطريق الصحيح، للطريق ديال التوبه، وفين ما نطيحوا نتوبوا الله سبحانه وتعالى. اذا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم ونتمنى تستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. كما كنقول ديما ما تنساونيش بلايك وكومونتير وبارطاجي مع لي زامي الا كان هادشي اللي كندير كيعجبك. وما تنساش دوز عندي الانستغرام وفيسبوك كندير شي حاجه مزيونه. كان معكم خوكم عبد الاله عزوزي، السلام عليكم.